يعني ايه جلد الذات؟ وليه بنعمل في نفسنا كده؟ واثره ايه علينا؟ وازاي ممكن نتخلص منه؟ ده اللي هنتكلم فيه مع بعض النهارده. جلد الذات هو اهانة النفس ومحاسبتها عند اي تقصير او خطأ، ودايما بكون شايف نفسي ان انا السبب في اي غلط بيحصل. تعريف في حد ذاته مؤلم، لان انا مش بس بهين اللي كرمه الله سبحانه وتعالى، لقد كرمنا بني ادم، لا ده انا كمان بعمل كده مع سبق الاصرار والترصد. طب ليه بنجلد ذاتنا؟ المخ والعقل الباطن بيستخدم استراتيجية جلد الذات علشان خاطر اكون افضل. تخيل كده ان مديرة طلب منك مهمة معينة وحاجة المفروض تسلمها في وقت معين، وانت اخرت يوم واثنين وثلاثة، وهوب خلاص فاضل على ميعاد التسليم يومين، وبدأت تقول ايه ده، انا مش هلحق اخلص، مش هلحق اسلم المهمة بتاعتي، ده هيأثر على تقييمي، ده هيأثر على الترقية، ده هيخليني ممكن يستغنوا عني، ممكن اترفض من شغلي، انا السبب، انا اللي عملت في نفسي كده، وتبتدي تخش في سلسلة من الاتهامات. بس في الاخر مخك بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده علشان انت ما تكررش كده تاني، عشان المرة الجاية تخلي بالك وتأدي المهمة بتاعتك في ميعادها. طيب هل يا ترى اللي بيعمله مخنا معانا ده صح؟ للأسف الدراسات كلها أثبتت إن اللي بيحصل ده مش صح، وإن الناس اللي بتعرف تتكلم مع نفسها بصورة إيجابية وتعرف غلطها كان فين وتحاول تصلحه، هي دي الناس اللي بتحقق نجاحات في حياتها وبتقدر تصلح من أخطائها وبتكون أحسن. لكن الإنسان اللي بيجلد ذاته هو بيكرر أخطائه مرة واثنين وثلاثة، ما بيتعلمش منها. حلو أشوف أخطائي، بس مش حلو إني ما أشوفش غير أخطائي. حلو أحاسب نفسي، بس مش حلو إني أهين نفسي. دايما في شعرة بين كل حاجة منهم. حد هيجي يقول طب على فكرة أنا بلوم نفسي بقى وبجيب نتائج أحسن والاستراتيجية بتاعت العقل الباطن دي تمام. هقول له فعلا بيحصل، بس ده ليه؟ علشان انت بتبقى اتعودت على الإهانة. المشكلة ان بعد شوية انت بتبتدي تتقبل الإهانة دي من الناس التانية، وبتبتدي ما تشوفش نفسك بتمشي غير بده، وده هيدخلك في دوامة كبيرة جدا جدا هنتكلم عنها بعد شوية. حد تاني هيجي يقول لا طبعا ده ربنا أقسم بالنفس اللوامة، وسيدنا عمر بن الخطاب قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لك تمام، ربنا أقسم بالنفس اللوامة، بس في فرق كبير جدا بين إني ألوم نفسي عشان أعرف إن أنا غلطت وأعرف إيه الإجراء اللي أنا هاخده، وبين إني أجلد ذاتي. عشان كده ربنا أقسم بالنفس اللوامة، لأن تأثير تدميرها علينا لو عدت الحدود اللي ربنا طلبها مننا هيكون كبير جدا جدا. سيدنا عمر بن الخطاب قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. شوف غلطك وصلحه، مش معناها ان افضل واقف عند الغلط وافضل ادمر نفسي علشان انا غلطت، هي مش نهايه الكون. افتكروا ان ربنا سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ربنا سبحانه وتعالى بيوجه الكلام لمين؟ للي اسرفوا على انفسهم، مش اللي غلط غلطه. ربنا بيغفر له الذنوب، ربنا بيغفر لنا كلنا الذنوب لحد لما الروح بتبلغ الحلقوم. دايما في وقت وفي فرصة جديدة ان انت تصلح من غلطك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال واتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني انت هتغلط، بس لما تغلط في حاجات هتعملها، مش هقف عند الغلطة وافضل اجلد في ذاتي. طيب ايه بقى خطورة جلد الذات وتأثيره علينا شكله ايه؟ جلد الذات بيدمرنا بمعنى الكلمة. أول حاجة مع جلد الذات بتحس بالتعب والإرهاق المستمر، لأنك دايما بتفكر في كل حاجة عملتها وفي كل حاجة هتعملها والمفروض أعمل إيه علشان ما أغلطش، وده بيوصلك للاحتراق الداخلي، ومع الوقت بتفقد الطاقة والشغف وما بتبقاش عندك أي قدرة على فعل أي حاجة في الحياة. طب تاني حاجة، جلد الذات بيمنعك من تحقيق أي نجاح. ليه؟
لانك مع جلد الذات بتوصل رسالة لنفسك ان لو الحاجة دي ما طلعتش صح 100% انا هعاقبك عقاب شديد. وعشان نفسك تهرب من العقاب اللي مستنيها بلاها نعمل الحاجة دي، تبتدي توصل لك اعذار وحجج وحاجات كتيرة جدا جدا علشان تهرب ان هي تعمل الحاجة دي وما تطلعهاش بنفس الكفاءة اللي انت عايزها، وبالتالي انت هتهينها وهتبهدلها. ثالث حاجة انك بتكون متعود على الاهانة، ودايما شايف نفسك مش تمام، ودايما شايف نفسك ان انت ما تستحقش وان انت مش هتنجح، وبالتالي بتوصلك لحاجة بنسميها في علم النفس بعشق السخط، انك مش راضي عن اي حاجة في حياتك. الحاجة الرابعة انك من كتر ما انت مركز على اخطائك ما بتبقاش شايف مميزاتك، تبقى مستغرب جدا ان الناس شايفة فيك صفات كويسة انت اصلا مش عارفها عن نفسك، وده بنسميه في علم النفس التنافر اللا ادراكي. التنافر الادراكي يعني انا ما ببقاش عارف اصلا قيمة نفسي. الحاجة الخامسة ان ده بيهد صورتنا النفسية عن نفسنا، صورتنا الذاتية عن نفسنا، وان احنا بنبقى دايما شايفين نفسنا اقل، وان مش عارفين حاجة عن قدراتنا وامكانياتنا او نقدر نحقق ايه بالظبط. مع الوقت ده بيوصلنا لضعف تقدير الذات، وان احنا مبقاش عارفين اي حاجة عن نقاط قوتنا، ونبقى دايما شايفين نفسنا لا نستحق النجاح، لا نستحق الخير، لا نستحق الحب، لا نستحق الامان، لا نستحق حاجات كتيرة قوي. الحاجة اللي بعد كده ان جلد الذات باب حلو قوي 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 للشيطان. دايما احنا عارفين او بنقول ان الشيطان متربينا على ان الشيطان بيجي لنا كده الصوت الوحش اللي بيجي يقول لنا اعمل الحاجه الغلط. الحقيقه مش دي بس الطريقه اللي الشيطان بيتعامل بيها معانا. الشيطان بيعرف يصاحبك قوي، بيعرف يطبطب عليك، تيجي تلاقيه يقول لك اصل هتعمل ايه، ما هي الدنيا بقت صعبه والحياه مش تمام والظروف والمصاريف، فيها ايه يعني لما تاخد رشوه، فيها ايه يعني لما تاثر في شغلك، فيها ايه يعني لما اذي حد، ما هو انا لو ما اذيتوش هو هيأذيني، ويبتدي يسهل لك الحاجة الغلط علشان تعملها. وأول ما تعملها يبتدي يقول لك شوف بقى أنت عملت إيه، دي غلطة كبيرة جدا، أنت إزاي هتتوب منها، هتوري لربنا وشك إزاي، وتبتدي مع الوقت ما تعملش عبادات أنت كنت بتعملها، وبكده الشيطان يبقى نجح في المهمة بتاعته. الحاجة الثانية إن جلد الذات بيعمل لنا مشاكل كتيرة جدا في العلاقات. اتكلمنا في الكام نقطة اللي فاتوا عن علاقتنا بنفسنا وإزاي هو بيدمر، كمان بيدمر علاقتنا باللي حوالينا، لأن أنت بتبقى شايف إن الحاجة المفروض تبقى 100%، وأنا ضايق على نفسي قوي قوي عشان ما غلطش، وما بسكتش لنفسي لما غلط. إزاي الناس بتغلط ما بتقدرش تقبل منهم أخطائهم وما بتعديهاش، وبتبعد عنهم علشان هم مش قادرين يبقوا زيك ومش عارفين يعملوا اللي انت بتعمله. كمان بقى مع الناس اللي انت بتحبهم وانت مسؤول عنهم بتعمل معهم زي ما بتعمل مع نفسك بالظبط، بتفضل تجلد فيهم على كل غلطة بتعملها عشان بيعملوها عشان عايزهم يبقوا احسن، بس الحقيقة ان مش طول الوقت هيستحملوا منك كده، هيستحملوا ان انت طول الوقت بتهنهم. بعد كده كمان بيأثر على علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، لأنك بتفقد التعايش مع اسم ربنا الغفور الرحيم، وبتبقى شايف دايما أخطائك كبيرة قوي، مش قادر تستوعب إن ربنا هيغفرها لك، وإن دايما في فرصة تصلح من خطأك. جلد الذات ممكن يوصلنا لأمراض. جلد الذات سبب 90% من الاكتئاب. جلد الذات ممكن يوصلنا للوسواس القهري. عشان كده جلد الذات خطير جدا جدا جدا. طب ليه بنجلد ذاتنا؟ وايه اللي بيخلي ناس بتكون عايشة مع جلد الذات وبيزيد معاهم مع الوقت؟ اول حاجة الناس اللي تسعى للكمال ودايما شايفين ان كل حاجة
لازم تبقى صح قوي، لازم نبقى ماشيين بروتين، ما ينفعش يبقى فيه غلطة. دون حد ما بيعديش لنفسه ابدا ابدا ان حاجة تبقى غلط، وكمان ما بيعرفش يعديها للي حواليه. تاني حاجة في التربية، كتير منا اتربى على فكرة ان انا ما ينفعش اعمل حاجة غلط، وان الطفل ده ما ينفعش يعمل حاجة غلط، وابتدي الاب والام ينقدوه بصفة مستمرة. كان ينفع تعمل كذا، كان ينفع تحط ده هنا، ازاي تتكلم بالطريقة الفلانية. مع الوقت الطفل ده بيكبر وبيتحول صوت الاب والام لصوت داخلي بيقول له كده من جوه، وبيتحول لانسان بيجلد ذاته بنفسه، مش مستني حد ينتقده او يجلده من بره. ثالث حاجة، الاطفال اللي دايما بتسمع كلمة انت السبب. انت السبب ان المشكلة دي حصلت، انت السبب عشان ما جبتش الدرجات الفلانية، انت السبب عشان ما حققتش البطولة الفلانية. مشكلة ان الطفل ده بعد شوية لو حصل مشكلة في حياته كبيرة، زي مثلا انفصال الاب والام، او مثلا حد من اهله تعب شديد جدا، هو بيبقى جواه صوت بيقول له انت السبب. ممكن ما يكونش حد قالها له، بس هو عنده صوت بيقول له انت السبب. ونتيجة لان الاطفال دي ما بتبقاش عارفة ازاي تعبر عن مشاعرها، بيبقى الصوت ده جواهم، هما ما بيقولوش لحد، وده بيسبب لهم جلد الذات. السبب اللي بعد كده الشعور بالدونية المفرطة. بكون شايف نفسي أقل، شايف ان حاجات كتير حواليا، بقارن نفسي باللي حواليا وشايف ان انا اقل. هو نجح عشان بيعرف يعمل كذا كذا كذا، بس انا مش عارف اعمل زيه، انا السبب، انا اللي مش عارف اعمل ده. هو عارف يجيب فلوس ويبقى غني، بس انا مش عارف اعمل ده، انا السبب. دايما بيكون شايف الحاجة، بس هو ما بيقعدش يفكر اعمل ده ازاي، اقدر اشتغل على نفسي ازاي، اطور من نفسي وارتقي بيها ازاي. هو بيبقى كل تفكيره ان انا المشكلة فيا. حاجة الاخيرة من اسباب جلد الذات ان انا بهرب من الفشل، لان ألم الإهانة اللي انا بديه لنفسي بيكون اخف عليا كتير قوي من ألم الاحساس بالفشل. فبلاش اجرب احسن، او لما اجرب واغلط اهين نفسي عشان انا مش مستحمل ان انا افشل، ورافض فكرة الفشل نهائي، وشايف ان كده خلاص دي النهاية. ما بكونش حاطط في دماغي ان دي خطوة او درس بتعلم منه علشان انجح بعد كده. طب ازاي بقى اعرف انا بجلد ذاتي ولا لا؟ لو بتسوف كتير ودايما بتأجل المهام اللي مطلوبة منك، ودايما عندك حجج واعذار، لا لسه مش جاهز دلوقتي، لا لسه لما اتعلم كذا، لا لسه الظروف مش احسن حاجة، لا لسه خليها لبعدين، يبقى انت ممكن يكون عندك جلد ذات وبتهرب منه. لو بتاخد وقت كتير في انجاز اي مهمة اكتر من اللي حواليك، يبقى عندك جلد ذات. زي مثلا لو انا عندي ضيوف واطلع لهم حاجة مشروب معين، لو حد داخل يطلع المشروب ده هوب بسرعة اطلع، انا بقى لازم لا، اصل ممكن ده يبقى شكله احلى، لا اصل انا لو حطيته كذا اصل هيقولوا عليا كذا، لا انا لازم يبقى احلى حاجة، لازم يبقى كل حاجة مظبوطة، لا لو السكر زاد شوية، لا لو الحاجة زايدة شوية في الكاس او اقل شوية. ابتدي حنتف في كل حاجة، وكل شوية اركز على كل نقطة في كل حاجة، يبقى انا عندي جلد ذات. لو انا دايما شايفة النتيجة النهائية للحاجة ومش شايفة الخطوات اللي انا بعملها علشان اوصل لده، يبقى جلد ذات. حاول نستمتع بالرحلة، لان مش لازم النتيجة تكون زي ما انا عايزة، بس كل خطوة انا مشيتها هي حاجة بتثقلني وبتزود من خبرتي، وهتساعدني كتير جدا في الخطوات اللي جاية، حتى لو اللي انا بعمله دلوقتي ده مش هو اللي انا كنت عايزه، ومش هي النتيجة اللي انا كنت مستنيها. الحاجة التانية، لو انا بركز دايما على الاخطاء في كل حاجة بعملها، مثلا بنصور فيديو دلوقتي،
او بس انا قلت كذا، بس انا غلطت في كذا، بس قعدتي كانت شكلها كذا، بس الخلفيه كانت كذا، بس الهوا كان بيحرك الموبايل زي ما بيحركه دلوقتي وانا بصور. دايما مركزه على الحاجه الغلط. طيب الحاجه الثانيه، بكون رافض فكره حصل خير، ودايما شايف ان اي حاجه بعملها هي دي نتيجتها. لو انا مثلا ما حصلتش على النتيجه اللي عايزها وحد قال لي حصل خير، اقول له لا لا لا، اصل انا عملت وعملت وعملت وعملت. رحت قدمت في شغلي وما كنتش احسن حاجه في الانترفيو وقالوا لي حصل خير، يمكن شغلانه تانية تكون احسن، يمكن المكان ده مش مناسب ليا. لا لا لا، اصل انا عملت وعملت وعملت وعملت. كل ده جلد للذات، وابقى انا كده عندي جلد للذات. لو انا هتلاقي في ناس دايما بتعتذر لمجرد يعني مكسورين كده وهما بيعتذروا، لو حصل اي حاجه حتى لو مش غلطته هو بيعتذر. الاعتذار بدون نيه وتقليل للنفس كده، ده من علامات جلد الذات. كل دي حاجات لو انت بتعملها يبقى عندك جلد ذات. وبعد ما عرفنا يعني ايه جلد ذات، وبعد ما عرفنا خطورة جلد الذات علينا وعلى الناس اللي حوالينا، وبعد ما عرفنا ازاي اقدر احدد اذا كان عندي جلد ذات ولا اذا كنت انا بحاسب نفسي وبلومها اللوم الطبيعي اللوم اللي مطلوب، يتبقى لينا ان انا اعرف ازاي اتخلص من جلد الذات، ازاي اعرف اعيش حياتي بتوازن، ازاي لما اغلط اعرف اكون متوازن مع نفسي. لا انا بطبطب عليها وبقول لها كملي وكلنا بني ادمين وكلنا بنغلط وبسمح لها بالغلط لغايه ما تغرق من غلط لغلط، ولا انا بمسكها بجلدها وبهنها. عايزين نعرف ازاي نستهدف الغلط ونقومه بدل ما نستهدف نفسنا ونجلدها. وعلشان اعرف اعمل ده وعشان اعرف اكون متوازن مع نفسي وقت الغلط ووقت الفشل، محتاجه اشتغل على 4 محاور. المحور الاولاني محتاجه اغير معتقداتي عن جلد الذات، واعتقد ده بقى سهل جدا جدا بعد ما شفنا خطوره جلد الذات علينا وان هي استراتيجيه عقلنا بيستخدمها وهي حاجه مش صح. المحور الثاني ان انا اشتغل على تحسين صورتي الذاتيه اللي انا بهد فيها بقالي سنين انا والمجتمع والناس اللي حواليا، واحسن من صورتي الذاتيه عشان اقدر اوطي صوت جلد الذات اللي جوايا. المحور الثالث محتاج اغير طريقتي في التعامل مع نفسي وقت الغلط ووقت الفشل. والمحور الرابع محتاج اعالج داء المثاليه المفرطه وداء الكمال. يلا بينا نبدا في اول مرحله، وهي ان انا اشتغل على معتقداتي، ودي هعملها بالخطوات اللي جايه. الخطوه الاولانيه هي مرحله الاعتراف او خطوه الاعتراف. انا دلوقتي كنت شايف ان جلد الذات كان عندي معتقد ان هو حاجه صحيه وان جلد الذات ده حاجه بتخدمني، وانا مسميها جوايا ان دي محاسبه نفس او ان دي لوم نفس وان دي حاجه صحيه. انا محتاجه اغير المعتقد دوت، ومحتاجه اغير معتقد ان دي حاجه صحيه وان انا عندي لوم نفس او ما عنديش جلد ذات. فانا محتاجه اعترف لنفسي بكل صدق بكل صراحه وبكل وضوح ان انا عندي جلد ذات، ان انا بعاني من جلد الذات، وخدنا ودلوقتي شفنا ازاي نحدد اذا كنا بنعاني من جلد ذات او لا. فمحتاجه اعترف لنفسي بكل صراحه وكل وضوح، ومحتاجه اقول لنفسي ان جلد الذات ده موقفني ومعطلني عن نجاحات وانجازات كتير في حياتي. محتاجه اقول لنفسي ان جلد الذات موقفني ان انا احقق مراد ربنا مني في الحياه. فمحتاجه اشوف انا عندي جلد ذات ولا لا، واعترف لنفسي بكل صدق وصراحه انا عندي جلد ذات كمان في انهي جزء في حياتي. ممكن يكون موجود في جزء وجزء لا، ممكن اكون بجلد نفسي وبجلد ذاتي في شغلي وما بجلدش نفسي او بجلد ذاتي في علاقاتي بالناس اللي حواليا. الخطوه اللي بعد كده محتاج اسمها اقناع العقل الباطن. انا محتاج اقنع عقلي الباطن. طب محتاج اقنعه بايه؟ دلوقتي عقل الباطن معايا معتقد ان جلد الذات دوت حاجه بتخدمني في الوقت الحالي وحاجه بتخدمني في المستقبل، ان انا طول ما انا بجلد ذاتي هبقى انسان ما بغلطش وبالتالي هبقى انسان احسن وافضل. بالتالي طول ما انا ماشي كده هبقى نسخه افضل من نفسي، قدام شويه او في المستقبل هبقى انسان عظيم. طبعا محتاجين نلعب قوي على المعتقد دوت، محتاجين ندمره وننسفه ونتبنى معتقد جديد. وعلشان نعمل كده هنجيب ورقه وقلم وبكل سهوله هنكتب
اذا كان في خطوه دلوقتي في حياتي انا خايف اقدم عليها او انا مش راضي اقدم عليها علشان انا جلدت ذاتي على فشل في الخطوه دي زمان لما معرفتش اعملها من سنه او من سنتين فاتوا، فانا جلدت ذاتي عليها وبجلدها لغايه دلوقتي عليها وبذكر نفسي ان انا فاشل بسببها، خايف دلوقتي اقدم على الخطوه دي. مثلا محتاجه افتح مشروع، فتحت قبل كده والدنيا باظت مني، فانا قلت على نفسي ولقبت نفسي ان انا فاشل وجلدت نفسي بما فيه الكفايه، والنهارده خايف ان انا اقرر تاني ان انا افتح المشروع دوت علشان خايف ان انا افشل تاني. فمحتاج اكتب لنفسي كده لو في خطوات في حياتي، كورس محتاجه اخده، مشروع محتاجه افتحه، دراسه جديده محتاجه ادرسها، فلازم اكتب كل ده قدامي عشان اقنع عقلي الباطن ان ده حاجه موقفاني دلوقتي، جلد الذات، وحاجه معطلاني دلوقتي ان انا اخد اي خطوه جديده في حياتي. محتاج كمان ان انا اقنع عقلي الباطن ان مستقبلا جلد الذات ده هيدمرني، مستقبلا جلد الذات مش هيخليني انسان احسن او افضل ولا اي حاجه خالص، مستقبلا جلد الذات مش هيخلي عندي نجاحات او انجازات. وعلشان اقنع عقلي بدوت اسال نفسي سؤال: انا لو فضلت مكمله في جلد الذات اللي انا فيه وفضلت بجلد في ذاتي على كل غلطه انا بغلطها، يا ترى بعد 5 سنين من دلوقتي حياتي هيكون شكلها عامل ازاي؟ هل هيبقى عندي انجازات ونجاحات حققتها؟ طب هل هيبقى عندي اهداف اتحققت فعلا؟ طب اخبار علاقتي بنفسي ايه؟ بحترمها؟ مقدرها؟ علاقتي بنفسي قويه ولا علاقتي بنفسي مهزوزه؟ وارجع اسال نفسي تاني: طب لو انا وقفت جلد الذات واتبنيت معتقد غيره وبقيت متعاطف مع نفسي اكتر، ما بقيتش اجلد ذاتي وبقيت متسامح مع اخطائي ومع فشلي، يا ترى بعد 5 سنين حياتي هتبقى اخبارها ايه؟ هيبقى عندي انجازات ونجاحات؟ طب هيبقى عندي اهداف اتحققت؟ طب هيبقى علاقتي بنفسي اخبارها ايه؟ بحترمها وبقدرها؟ بالطبع اكيد كل ده. محتاج كمان اكتب لنفسي عشان عقلي الباطن متبني معتقد ان انا كل ما بجلد نفسي على اخطائي انا ببطل اخطاء، فمحتاج اسال نفسي ايه الاخطاء اللي انا بعملها دلوقتي رغم اني جلدت نفسي عليها زمان كتير قوي. اكتب كل الاخطاء ديت علشان عقلك الباطن يصدق ان انت رغم ان انت جلدت نفسك قبل كده مره واثنين وثلاثه وعشرة على نفس الاخطاء، الا ان انت لسه بتكررها لغايه دلوقتي. وطبعا انت بتكررها هنشوف قدام شويه لان انت ما صلحتهاش، انت ركزت على الغلط بدون ما تركز على ازاي اصححه. الخطوه الثالثه اللي انا محتاجه اشتغل فيها على معتقداتي هي التقبل. احنا عايشين بمعتقد كده بيقول الغلط ممنوع والفشل حرام، اتربينا عليه وكبرنا عليه، ما تغلطش ما تفشلش، انت كده هتبقى انسان مش كويس. فانا محتاجه اتقبل ايه؟ محتاجه اتقبل اخطائي ومحتاجه اتقبل فشلي، محتاجه اتقبل طبيعتي البشريه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها على لسان رسوله الكريم: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابين. فانا كده كده هغلط، كل ابن ادم خطاء، لو انا مش عايزه اغلط فانا كده استغفر الله العظيم بقول لربنا حكمك على طبيعتي البشريه كان غلط، انا بشر بس انا ما بغلطش. فدي طبعا اكتر حاجه مش مظبوطه. محتاج كمان ان انا اتقبل فشلي، اتربينا ان الفشل ده يعني جريمه، حاجه كده غلط قوي، حاجه كبيره جدا جدا. الانسان اللي بيفشل في حاجه واحده احنا بنسميه فاشل وبنحكم عليه انه طول العمر خلاص مكمل فشل. فمحتاجه اتقبل فشلي، محتاجه اعرف واصدق وامن ان الفشل مش جريمه، وان الفشل بيعلمني، الفشل بيزود خبراتي، الفشل بيزود مهاراتي. احنا لما ندخل اي خطوه جديده في حياتنا ما بيبقاش معانا كتالوج يقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه، فطبيعي ان احنا نغلط وطبيعي ان احنا نفشل وطبيعي ان احنا نتعلم من غلطنا. المحور الثاني اللي عايزين نشتغل عليه هي صورتنا الذاتيه. جلد الذات زي ما عرفنا هو اكتر حاجه بتدمر صورتك الذاتيه، وطبعا للاسف الكلام ده كان بيحصل من ايام الطفوله. سمعت ده غلط، اعمل ده، ما تعملش دوت، انت كده غلطان، انت كده ما ينفعش، وكانوا بيجلدوا فيك زمان كتير. اتربيت انت كمان على كده، ولما كبرت الاصوات دي كلها اتحولت لصوت داخلي جواك وبقيت انت اللي بتجلد ذاتك بذاتك. فانا محتاجه اشتغل على صورتي الذاتيه، ومحتاج ان انا ما اسيبهاش بنفس الوضع اللي هي عليه. اشتغل على صورتي الذاتيه ازاي؟ رقم 1: خد بالك قوي 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 من السيلف توك او حديثك مع نفسك. كلنا بنتكلم مع نفسنا طول اليوم، بس يا ترى انت طول اليوم بدون اخطاء وبدون فشل انت طول اليوم بتقول لنفسك ايه؟
هل وانت رايح تعمل تشيك كده في التوتو ليست ان انت خلصت المهمه دي النهارده، وانت بتعمل تشيك كده ان انت خلصتها، هل بتقول لسه فاضل حاجات كتير بس لسه كل ده ما خلصش، يا رب على اليوم ما يخلص ده كله يكون خلص؟ ولا هل بتشجع نفسك وبرافو كملي، حلو جدا ان احنا خلصنا ده، الحمد لله ان احنا انجزنا المهمه دي؟ بتقول لنفسك ايه؟ ولا بتسكت ما بتتكلمش خالص؟ احنا كلامنا عباره عن طاقه. انت لما بتيجي تروح تشجع فريق كوره بيلعب في النادي، كلامك وتشجيعك، هما ممكن يكونوا رغم ان هما مرهقين وتعبانين جدا جدا وهما بيلعبوا، بس كلماتك وتشجيعك تديهم طاقه تخليهم يلعبوا افضل وتخليهم يكملوا لعب لغايه اخر الماتش. فكلامك طاقه، انت ممكن تقول لنفسك كلام يديك طاقه ويشحنك، وفي نفس الوقت انت ممكن تقول لنفسك كلام يسحب منك طاقتك ويهدمك. فيا ترى بتقول لنفسك ايه؟ ركز قوي في كلامك مع نفسك طول اليوم. لو انت متعود ما بتقولش حاجه لنفسك، لا، شجع نفسك، قول كلام ايجابي وكلام حلو لنفسك، اشكر نفسك على اللي هي بتعمله، اشكر نفسك على انجازاتها مهما كانت بسيطه. ما تسيبش نفسك، ما تقولهاش كلام سلبي ولا ان انت تسيبها ما تكلمهاش، شجع نفسك ودعمها. الخطوه الثانيه هي خطوه المكافاه. الحقيقه ان معظمنا بينسى خطوه المكافاه دي جدا جدا، وبننسى نكافئ نفسنا على حاجات كتير في حياتنا. كمان بقى اللي بيعاني من جلد الذات هو بعيدا كل البعد عن خطوه المكافاه، واي انجاز بيعمله صغير او كبير اتس اوكي، ما بيعرفش يكافئ نفسه. هو الحقيقه مش اتس اوكي، هو الحقيقه انت انجزت انجاز صغير او كبير، كافئ نفسك عليه. كونك تكافئ نفسك على كل خطوه، فانت كل مكافاه معناها ان انت بتقول لنفسك انا ناجح، انا متميز، انا بعرف انجز، انا عندي اهداف وبتتحقق، انا كويس. فكل ده كلام انت بتحسن بيه صورتك الذاتيه قدام نفسك، وبتشوف نفسك انسان عظيم، بتشوف نفسك انسان جدير، انسان مستحق لكل حاجه حلوه. فمن فضلك كافئ نفسك على كل خطوه، كافئ نفسك على كل نجاح صغير او كبير، ما تعدوش الا لما تكافئ نفسك. مش لازم مكافاه كبيره، ممكن مكافاه بسيطه، بس الهدف من ورا المكافاه ان احنا بنقول لنفسنا احنا كويسين، احنا تمام، احنا ناجحين، احنا بنعرف ننجز. الخطوه الثالثه، ركز على العمليه وبلاش تركز على النتيجه النهائيه. الحقيقه النتيجه النهائيه دايما احنا مش عارفينها، هي ممكن ما تجيش اصلا، وممكن تيجي بالصوره احنا مش عايزينها، او مش دي بالصوره اللي احنا كنا متوقعينها او راسمينها لنفسنا. احنا ممكن نكون هنفتح مشروع جديد، هنفتح شركه جديده، متخيلين او منتظرين ان بعد فتره معينه هتبقى اكبر شركه، وهتبقى وهتبقى وهتبقى. ممكن بعد الفتره دي ما نوصلش للصوره دي، ممكن نوصل لصوره تانية خالص. فتملي لو عينينا على الصوره النهائيه دي، طول الرحله دي لازم يكون حصل انجازات، مش ممكن يكون ما حصلش انجازات، مش ممكن يكون ما حصلش نجاحات. طول الرحله وطول العمليه نفسها بيحصل انجازات ونجاحات. لو انا عيني على الصوره النهائيه وما حصلتش، او ما حصلتش زي ما انا توقعتها وحصلت بصوره اقل، هعتبر نفسي ما نجحتش، هعتبر نفسي فاشل، هعتبر نفسي مش مستحق، مش جدير بالنجاح، ما استاهلش النجاح، فهلوم نفسي وهجلد نفسي وهحطم الصوره الذاتيه عن نفسي اكتر. لكن انا لو مركز في البروسس نفسها وفي العمليه نفسها وفي الرحله كلها، هلاقي 1000 نجاح و1000 انجاز انا استحق اشكر نفسي عليهم، انا استحق اكافئ نفسي عليهم، انا استحق اشوف نفسي حد كويس بسببهم. بالتالي انا هبدا اشوف ان انا انسان ناجح، وهبدا ان انا احسن من صورتي الذاتيه قدام نفسي. الخطوه اللي بعد كده، بلاش 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 نفوكس على الاخفاقات والغلطات الصغيره، ونفوكس على الحاجات النجاحات وعلى الانجازات الحقيقيه اللي احنا عملناها. احنا للاسف اللي عنده جلد ذات لما بيعمل حاجه هو بيبدا يفوكس قوي على الاخفاقات اللي فيها. هو اللي عنده جلد ذات هو عايش بمبدا انا مش عايز ولا غلطه، فبالتالي بيبدا يركز على الغلطات قوي، وحصلت ليه وحصلت ازاي وايه اللي خلاها، ويفضل قاعد عامل فوكس شديد قوي عليها ويحكي للناس عليها. لكن لما انا ببص على النجاحات وعلى الانجازات، انا بحسن من صورتي الذاتيه. ممكن اكون بتعلم سواقه العربيات، اتعلمتها كلها تمام، وجيت عند الركنه مش عارف اركن، بفوكس قوي على ان انا مش عارف اركن، بمشي احكي للناس ازاي انا مش عارف اركن، وبنسى خالص ان انا اتعلمت السواقه وتعلمت كل مراحلها، وبقف عند النقطه دي. فركز على النجاحات وركز على كل حاجه كويسه حصلت في الرحله، وبلاش تركز على الاخفاقات. الحاجه اللي بعد كده، اعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك. مهم جدا 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 تكون عارف انت قوي في ايه ونقاط قوتك، عشان تثبت لنفسك انك مش كلك مشاكل زي ما انت متخيل، ولا انت فاشل زي ما انت متخيل. انت عندك نقاط قوه جامده جدا، فعل نقاط القوه دي في حياتك، فعلها كل يوم في حياتك، سخرها ان هي تحل مشاكلك وتحل الاخفاقات اللي بتحصل في يومك.
سخرها ان هي تخليك تقضي يوم سعيد. واعرف نقاط ضعفك وتصالح معاها، وخليك عارف انا عندي مشكله في كذا وانا بشتغل عليها، ما تسيبهاش، اعرفها وحاول ان انت تشتغل عليها ولو بخطوات صغيره، بس خليك عارف ان انا دي نقاط ضعفي وانا متصالح معاها وانا بصلح فيها. كل ده بيحسن من صورتنا الذاتيه قدام نفسنا وبيخلينا نشوف نفسنا احسن وافضل. الخطوه اللي بعد كده، امتن لنفسك. مش ممكن، مفيش حد فينا شيطان، مفيش حد فينا وحش للاخر. انت اكيد جواك حاجات حلوه غيرك شايفها، ممكن انت مش شايفها، غيرك بيقول لك عليها انت مش بتصدقها. هات كشكول كده صغير، كل ما تعمل حاجه حلوه فيه اكتبها واشكر نفسك عليها. كل ما تشوف حاجه كويسه في نفسك اكتبها واشكر نفسك عليها. وخلي الكشكول ده معاك، اقراه باستمرار، واكد لنفسك باستمرار ان انت حد كويس، ان انت حد ناجح، ان انت حد شاطر، ان انت حد فيك مميزات كتير، ان انت حد فيك نقاط قوه كتير. فامتن لنفسك وخلي كده عندك كشكول فيه كل نجاحاتك وكل انجازاتك وكل صفاتك الكويسه. الخطوه اللي بعد كده، عيش هنا والان. للاسف ان اللي عندهم جلد ذات تملي هم عايشين في مشاكل الماضي مش عارفين يخرجوا منها، ازاي هتتصلح، ازاي عملنا كده، احنا فاشلين، احنا مش ناجحين، احنا وبيبقى عايش في مشاكل الماضي، يا اما عايش خايف من المستقبل اللي هو اقنع نفسه ان هو مش هينجح فيه. فبعد اذنك سيب الماضي في حاله، خد بس منه دروسه وكمل بيها، وسيب المستقبل في حاله، ان احنا مش عارفين المستقبل فيه ايه، المستقبل بايد ربنا وحده سبحانه وتعالى. وعيش هنا والان، افرح بكل انجاز انت عملته، افرح بكل نجاح انت بتحققه. حتى الفشل اللي بيحصل الان اتعامل معاه، ما تركزش في فشل الماضي عشان ما تجمعش فشل على بعضه وتقول على نفسك فاشل. فركز هنا والان، ركز دلوقتي اللي بيحصل، ركز ان انت فشل دلوقتي تعالجه وتتعامل معاه ازاي، وركز ان انت نجاح دلوقتي تفرح بيه، تعرف ان انت مستحقه وتغير صورتك الذاتيه عن نفسك. نيجي للمحور الثالث، وهو ان انا اشتغل على علاج اخطائي ومشاكلي. اول خطوه لما اجي اغلط او اجي افشل في حاجه، اول خطوه ركز مخك على الاستغفار. حقيقي سحر. احنا دلوقتي لما بنغلط، حتى لو انا عارف ان انا كده بجلد ذاتي وعارف ان ده كده غلط، اول حاجه مخي بيروح لها في البدايات ان انا ازاي الوم نفسي وان انا ازاي اجلد ذاتي. فانا لازم اسنتر مخي في حاجه تانية خالص، واخلي تفكيري موجود في حته تانية خالص. اقعد كده مع نفسك 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعه، على قد ما تقدر استغفر وبس. حط تركيزك كله في الاستغفار. بعد ما تبقى تهدى وتبقى ريلاكس، روح للخطوه الثانيه، وهي استعين بربنا سبحانه وتعالى. استعين بذكر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استعين بربنا ان انت تعالج خطأك اللي حصل ده. استعين بربنا ان انت تعرف تتعامل معاه. الخطوه الثالثه، وحقيقي خطوه مهمه جدا جدا، الصوت اللي جالك بيجلدك ده لازم تعرف هو صوت مين. هل هو صوتك؟ هل هو صوت بابا وماما اللي كانوا بيجلدوني زمان ودي افكارهم؟ هل هو صوت مديري اللي بيفقدني ثقتي بنفسي دايما؟ هل هو صوت صحابي؟ الصوت اللي بيجلدني ده لازم اعرف هو صوت مين. اسمع الصوت بهدوء وبالراحه، حاول تعرف ايه الافكار اللي وراه علشان تعرف هو ده صوت مين. والله لقيت صوته صوت بابا وماما، صوته صوت مديري، صوته اي حد غير صوتي انا، خلاص تمام، هقول لنفسي ان ده مش صوتي، دي مش افكاري، دي مش معتقداتي، وهعرف نفسي واطمنها ان انا اتس اوكي مع شخصيتي، اتس اوكي مع معتقداتي ومع افكاري، وهي دي شخصيتي اللي انا اخترتها، وهي دي افكاري اللي انا مؤمن بيها وانا تمام معاها، والصوت ده مش صوتي. الخطوه اللي بعد كده، لو لقيت الصوت ده صوتك، الخطوه اللي بعد كده اسال نفسك، هو انت دلوقتي لو اعز حد في حياتك هو اللي عمل المشكله دي، هتقدر ان انت تجلده او تقول له الكلام اللي انت ناوي تقوله لنفسك؟ الحقيقه هترد تقول اكيد لا. اسال نفسك بقى لا ليه. هتلاقي بتقول لا عشان بحبه، لا عشان بحترمه، لا عشان بقدره، لا عشان الف حاجه. نفسك اولى بالحب ده، نفسك اولى بالاهتمام ده، نفسك اولى بالتقدير ده. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان لنفسك عليك حق. من حق نفسك عليك تحترمها، تحبها، تقويها، فمش من حقها عليك ان انت تهينها. فزي ما هتعمل مع الحد العزيز عليك اللي بره، اعمل كده مع نفسك، لان نفسك اولى بكل ده. والخطوه دي هتنقلنا المرحله اللي بعد كده او الخطوه اللي بعد كده، وهي انك تمارس التعاطف مع نفسك. الحقيقه كلنا محتاجين نمارس التعاطف مع نفسنا، واكتر وقت احنا بنبقى محتاجين فيه التعاطف هو الوقت اللي بنبقى غلطانين فيه. فاحنا دلوقتي غلطنا وعرفنا ان سالنا نفسنا وعرفنا ان احنا مش هنقول كده لحد غريب
عننا او حد احنا بنحبه، فاحنا نحاول نتكلم مع نفسنا بتعاطف، بحب، بود واحترام. ولما تعود نفسك في كل غلط انك في النقطه دي تكلم نفسك بتعاطف، هتلاقي جهازك العصبي بدا يحصل فيه مسارات جديده، وبدا يبرمج نفسه على الكلام بالتعاطف. وشويه بشويه هتلاقي ان دي بقت صيغه كلامتك الطبيعيه مع نفسك، انت بتتكلم مع نفسك بتعاطف وفي حب واحترام وود عالي جدا جدا جدا، وهيبقى ده سلوكك الطبيعي. الخطوه اللي بعد كده اسمها اتعرف على معلمك المتنكر. روبن شارما في كتابه العظمه قال ان الخطأ هو المعلم المتنكر. يعني ايه الكلام ده؟ عارف لما يبقى في حفله كده تنكريه وحد لابس لبس تنكري، هو لما يشيل اللبس انت هتعرف هو ده مين. الخطأ بيبقى نفس النظام كده، هو معلم بس هو لابس لبس تنكري اللي هو جاي لك في صورة الخطأ. محتاجين ان احنا نحلله ونعرفه علشان نعرف المعلم ونعرف الدرس اللي جواه. والحقيقة ان مفيش خطأ ولا في فشل الا وجواه درس، بس احنا محتاجين نحلله. علشان نحلله هنعمل مع بعض كام خطوة كده. الخطوة الاولى انك هتقول لنفسك السلوك ده خطأ، او السلوك ده غير ناضج، او السلوك ده غير صحيح، وانا غير راضي عنه، او انا منزعج منه، او انا غضبان منه. والخطوه دي مهمه جدا جدا جدا، عشان انت بتدي اشاره لعقلك ان مش انا اللي غلط، مش انا اللي وحش، مش انا اللي غير ناضج، مش انا اللي غير مسؤول. انت بتقول ان السلوك ده هو اللي غير مسؤول، او التصرف ده هو اللي غير مسؤول، هو اللي غير ناضج. فبتدي اشاره لمخك ان مش انت، هو السلوك، وان انت منزعج من السلوك وانت عايز تعدله. الخطوه اللي بعد كده اسال نفسك السلوك او التصرف ده حصل ليه، وابدا حلل هو ليه حصل عشان انا كنت نازل من البيت متعصب، فما ده جه يكلمني انا اتعصبت معاه بزياده. حصل عشان انا كنت سامع كلام مثلا عن الشخص دوت سيء وانا مصدقه، فلما جه هو قال كده لقيت نفسي اتنرفزت واتعصبت عليه. فحلل واعرف اسباب السلوك ده حصل ليه. الخطوه اللي بعد كده اسال نفسك ينفع اصلح السلوك ده، واصلحه ازاي؟ اصلحه مثلا ان انا اعتذر للشخص ده، روح اعتذر له. اسال نفسك اصلح السلوك ده ازاي. والخطوه الاهم واللي بعد كده اسال نفسك ايه اللي انا اتعلمه من ده، الخطأ اللي حصل ده او السلوك اللي حصل ده ايه اللي انا اتعلمه منه. هتعلم مثلا ان انا ما اسمعش كلام على حد تاني واصدقه، يبقى خلاص ده الدرس اللي انا اتعلمته من الخطأ ده. ونتنقل على الخطوه اللي بعد كده، وهي استثمر جلد الذات. استثمر جلد الذات، خلي عندك كده كشكول كل خطأ تغلطه وتعالجه بدل ما تجلد ذاتك عليه ابدا اكتبه الغلط وجنبيه الدرس اللي انت اتعلمته منه، الخطأ وجنبيه الدرس اللي انت اتعلمته منه. في النهايه انت هيبقى عندك مستند كده او فايل هو فيه اخطائك وفيه الدروس اللي انت اتعلمتها منها، تقدر ترجع لها في اي وقت عشان تثبت لنفسك انك قادر على التغيير، وانك قادر ما تجلدش ذاتك، وانك قادر ان انت تعالج اخطائك بدون جلد ذات وبدون اي حاجه خالص. الخطوه اللي بعد كده اسمها اقفش الفكره وعالجها. الحقيقه ان احنا احيانا بنجلد ذاتنا لمجرد فكره، مش لازم اكون غلطت في حاجه. انا بقدم على وظيفه، رحت الانترفيو وعملت الانترفيو، بعدها اتصلوا بيا واعتذروا عنها. انا هنا ما غلطتش، بس انا ممكن تجيلي فكره سلبيه وحظك وحش، انت دايما حظك وحش. الفكره دي لما بغوص فيها واندمج كده معاها واختلط بيها هتوصلني في الاخر ان انا اجلد نفسي واتنقل من ان انا حظي وحش لان فاشله لي وافضل امشي في مشوار طويل واغرق في دوامه اسمها جلد الذات. فانا من البدايه خالص لما جلد الذات الاقي فكره كده سلبيه في دماغي، اعرف ان اخره الفكره السلبيه دي لو انا مشيت معاها وغصت فيها هوصل لجلد الذات. في الحاله دي محتاجه اعمل ايه؟ اوقف الفكره السلبيه دي، محتاجه اكسرها واستبدلها بفكره ثانيه ايجابيه. ما اتقبلتش في الانترفيو مش معناها ان انا حظي سيء، قدر الله ما شاء فعل، انا عملت اللي عليا، قدمت ورحت الانترفيو وعملت اللي عليا، قدر الله ما شاء فعل، ما كانتش نصيبي وما كانتش خيري، ولازم ابدا من جديد. واسال نفسي كان في حاجه ناقصه ممكن اكملها، كان في مثلا ممكن اشتغل على السي في احسن من كده، ممكن اشتغل على نفسي احسن من كده، ولو في حاجه اقدر اعملها وابدا تاني من جديد، ما اقفش عند النقطه اللي انا كنت عندها. الخطوه اللي بعد كده ابدا من جديد واخرج من منطقه الراحه بتاعتك. اي صوت جلد ذات هو موجود بيجي جواك، صوت جلد الذات ده خارج من نظام الخوف اللي جواك، ونظام الخوف اللي جوانا كلنا هو هدفه حاجه واحده بس، يخليك في منطقه راحتك، يخليك بتعمل اللي انت بتعمله على طول، ما يخلكش تعمل حاجه جديده. فلما تسمع صوت جلد ذات جواك موقفك عن اي خطوه في حياتك بسبب ان في صوت بيجلدني جوايا، وقف الصوت دوت، قول له تمام حاضر شكرا،
وابدا من جديد. اخرج من منطقه راحتك، مش هيحصل اي حاجه. اخرج من منطقه راحتك، ما تفضلش في منطقه راحتك وتفضل خايف انك تبدا اي خطوه جديده بسبب انك خايف من الفشل. الخطوه اللي بعد كده، الغي كلمه لو من دماغك واستبدلها بلعله خير. اي نتيجه توصل لها او اي حاجه نتيجه سلبيه توصل لها، بلاش كلمه اصل لو كان حصل كذا كنت عملت كذا، اصل لو كنت خدت وقت اطول كنت عملت كذا، اصل لو كان كذا مش عارف كان كذا. لعله خير، اللي حصل حصل، وابدا اتعامل مع الخطا ومع الفشل دوت زي ما قلنا، واعرف في النهايه ايه الدرس اللي انت لازم تتعلمه منه. المحور الثالث اللي احنا هنشتغل عليه ان انا اعالج الكمال والمثاليه المفرطه عندي. علشان اعالج الكمال والمثاليه المفرطه عندي لازم احط في دماغي قاعده مهمه قوي اسمها بيرفكت از نوت بيرفكت. علشان اوصل لحاجه للكمال في جزء معين في حياتي، هلاقي نفسي بدوس على اجزاء تانية كتير قوي. علشان اوصل للكمال في شغلي هدوس على حياتي وعلى اسرتي وعلى كل حاجه. علشان اوصل للكمال في شكلي او في مظهري هلاقي نفسي بدوس على حاجات تانية كتير. فدايما لو عملت صوره صغيره هي وصلتها للكمال، هلاقي الصوره الكبيره هي مش واصله للكمال نهائي. فما نخليش الكمال والمثاليه المفرطه تاخدنا لجانب سيء وتوصلنا لجلد الذات. اجعل مركزيه حياتك هي ربنا سبحانه وتعالى. بلاش تخلي مركزيه حياتك هي الناس واحكامهم، لانك هتقعد تجري ورا ده ورا ده ورا ده، هتلاقي نفسك بتجري للمثاليه المفرطه فعلا. اجعل مركزيه حياتك ربنا سبحانه وتعالى، واسال نفسك في كل موقف ربنا عايزني اعمل ايه هنا. الخطوه اللي بعد كده، حدد وقت نهائي لكل مهمه انت بتعملها. لو ما فيش وقت نهائي لاي مهمه، احنا هنفضل نقول طب لو عملنا كذا، طب ناخد وقتنا ونعمل كذا، طب نحسن الجزء ده، طب نظبط الحته دي، طب ما اعرفش نعمل ايه هنا. مش هنخلص وهنفضل ماشيين ورا ان احنا نطلع الحاجه دي باحلى صوره وباحلى منظر، وده صعب جدا ان هو يحصل، ونلاقي نفسنا بندوس على حاجات تانية كتير. حدد وقت نهائي للمهمه تطلع فيه. هطلعها يوم كذا، فانا في الوقت ده هبقى مسنطر تفكيري كله ان انا اطلعها، وتطلع حتى لو فيها اخطاء اتعلم منها واخدها دروس لبعد كده. الخطوه الاخيره، اتمتع بجزء من اللامبالاه. مش لامبالاه كامله، جزء صغير من اللامبالاه. احيانا الطبخه بتبقى محتاجه مننا رشه ملح عشان طعمها يبان، فاتمتع بجزء صغير من اللامبالاه. انا كده كده عارف ان انا لو فتحت المشروع ده او دخلت فيه هفشل، فاما اجرب مش هيحصل حاجه. فحاول ان انت تخلي حياتك فيها جزء من اللامبالاه. بلاش كل حاجه على اعصابنا، بلاش كل حاجه تبقى كامله، بلاش كل حاجه تبقى اوفر علينا. في النهايه كل اللي عايزه اقوله لكم، حارب جلد الذات. حاول تتخلص من جلد الذات، وسعيك واجتهادك انك تحاول تتخلص من جلد الذات باذن الله. باذن الله حق على ربنا انه يهديك. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فحاول تتخلص من جلد الذات. جلد الذات مرض خطير جدا جدا جدا، بيكسر حاجات كتير في حياتنا وبيمنعنا ان احنا نحقق مراد ربنا سبحانه وتعالى منه.